السلام عليكم. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل مع بعض البقسماط والباتون ساليه. البقسماط والباتون ساليه بيتعملوا بأسهل طريقة ممكنة، أجمل وأحسن، وكمان في بركة عن اللي بنشتريه من بره. معايا هنا 3 مجات دقيق متعدد الاستخدامات، هنزل بمعلقتين سكر وذرة ملح وكيس خميرة فورية. هقلب بقى كل ده على بعض كده، هقلبه كويس جدا، وبعدين هنزل بكوباية زيت صغيرة، الكوباية اللي بنشرب فيها القهوة. طبعا انا ممكن احط زيت تاني لو الدقيق احتاج، لان كل دقيق نوعية دقيق بتختلف عن التانية. هبس بقى الدقيق مع الزيت كده لحد لما يتشبع كله زي ما احنا شايفين. هديله بقى كده تقليبا. انا لقيت الدقيق بتاعي محتاج شوية زيت صغيرين كمان، يعني كده يعتبر 3 كوبايات دقيق او 3 مجات دقيق اخدوا معايا كوباية الا ربع زيت زي ما احنا شايفين كده. طبعا لما امسكه كده في ايدي ويعمل الكتله دي اعرف انه كده تمام. هنزل بقى بالميه شويه شويه، ميه فتره. هنزل بقى كده على الدقيق علشان اعجن العجينه بتاعتي. عجينه الباتون ساليه والبقسماط بتاخد عجن شويه، يعني لو ما عندكيش عجان واحده واحده كده بايدك علشان تعجنيها كويس. هنزل بقى بالميه حبه حبه كده لغايه لما احس ان هي اتعجنت كويس. عجينه الباتون ساليه والبقسماط بتبقى عجينه لينه وجميله جدا وسهله وناعمه قوي. خلاص كده اتلمت العجينه، هبتدي بقى اعجنها حوالي 10 دقايق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما تنسيش بقى واحنا بنعمل حاجتنا بنصلي على الرسول ونسبح ونستغفر طول ما احنا بنعمل حاجتنا عشان ربنا يبارك اللي احنا بنعمله. بصوا انا عجنتها حوالي 10 دقايق، هسيبها بقى تخمر وبعد كده هاجي اعمل المرحله التانية. هنا عندي معلقتين كبار كمون، هحطهم بقى كده على النار علشان اطلع الزيوت الطياره بتاعتهم وريحته تطلع. بصوا كده خلاص كده تمام. عندي كمان سمسم وحبه البركه، علشان يلزق في البقسماط لازم انديه بشويه ميه علشان ما يسقطش من على ظهر العجينه. هنديه كده بشويه ميه. بصوا تمام كده. كده العجينه خمرت، هقسمها نصين. 3 كوبايات دقيق عملوا لي كميه كويسه جدا. هقسم بقى العجينه نصين كده علشان هعمل واحده باتون ساليه وواحده بقسماط. هركن دي على جنب. هجيب بقى الكمون اللي انا حمصته كده على النار وطلعت الزيوت بتاعته. هنزل بمعلقتين كبار كده على العجينه وهبتدي اعجنه تاني علشان ادخل فيه كميه الكمون اللي انا عملتها. طعمه تحفه، جميل، نضيف في البيت، وتعمليه نفس طريقه الراجل بيعمله بره. جميله جدا، طريقه سهله وبسيطه. احنا بنشتريه لكن ممكن تعمليه في البيت اسهل واحسن وانضف. هعجن فيه بقى حبه حلوين كده علشان ادخل بس الكمون فيه. ريحه العجينه حلوه قوي على فكره، وملمسها ناعم وهتفرد معاكي بسهوله مش هتتعبك. الباتون ساليه هعمله رفيع جدا، يعني هرفع العجينه قوي علشان لما تيجي تخبزيها في الفرن حجمها بيتضاعف. فانا مش عايزاها تبقى مليانه، عايزاها تبقى رفيعه علشان لما تتخبز تديكي نفس الحجم اللي بتشتريه من بره. هدهن الصينيه بتاعتي زيت خفيف كده. هعمل واحده تانية اهو. بصوا هسوي كده الجناب عشان ما تبقاش رفيعه وتتحروق مني. بصوا حجمها عامل ازاي. حجمها ده هيتضاعف في الفرن، فانا عايزاكي تعمليها رفيعه قوي علشان لما تحطيها في الفرن وتتخن شويه ما تبقاش تخينه قوي، يعني تبقى نفس حجم اللي بنشتريه من بره. ادي واحده كمان اهي. بصوا العجينه سهله قوي، بتتفرد معايا بكل سهوله، مش بتضايقني ولا اي حاجه، وريحتها طالعه جميله. طبعا هي خمرانه كويس كده تمام. دي اول صينيه اهي، ودي نص العجينه التاني اللي انا هعمله بقسماط بيبقى سمكه اتخن شويه من الباتون ساليه زي ما احنا بنشتريه من بره. هجيب بقى السمسم وحبه البركه وهنزل بالعجينه كده ابرمها على السمسم وحبه البركه زي ما بنشتريه كده من بره، واجمل والله واحسن كمان. هدهن بس الصينيه بتاعتي برضو هدهنها زيت خفيف. ادي واحده كمان اهي، هبرمها كده. عمل معايا كمية كبيرة على فكرة، وطعمه جميل جدا وخفيف وسهل، جربيه هيعجبك. بصوا 3 كوبايات دقيق عملوا صينيتين زي ما احنا شايفين كده. انا كنت مولعة الفرن قبلها، دخلته على درجة حرارة 180
على الرف اللي في النص، وطالعه بقى بالجمال والتحفه اللي انتوا شايفينها دي. طبعا انا مش حاطه فلتر والله ولا اي حاجه، لونه طبيعي وجميل جدا زي ما انتوا شايفين كده. البقسماط جميل والباتون ساليه كمان طلع حلو. بصوا نفس الحجم اللي احنا بنشتريه من بره. بصوا جميل ازاي، بصوا سهل، طعمه تحفه. والتاني كمان اهو، بصوا الجمال جميل. جربيه، اعملي كل حاجه لولادك في البيت، والف هنا وشفا على كل حد اكل منه، والف هنا وشفا على كل حد بيجي ياكل عندنا لقمه. ويلا ما تنسوش تدعوا لي دعوه حلوه، وسلام.